اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم نعمة إن شاء الله. وما تنسوش تضغطوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل جديد. ولو أول مرة بتتابعيني شرفتيني وأنستيني، وميرسي جدا على الكومنتات الحلوة، وميرسي جدا على المتابعات. يا رب أكون نلت إعجابكم يا حبايبي، ونورتوني وشرفتوني في قناة يوميات بنت أسوان. ويا رب أكون نلت إعجابكم يا رب دايما، وأنا إعجابكم دايما. هنا أنا الدولاب بتاعي نظفته ورتبته زي ما انتوا شايفين كده، حاجة بسيطة، وطلعت اللي أنا مش عايزاه كله عشان إن شاء الله بإذن ربنا هتبرع بيه للناس اللي هي محتاجة الهدوم اللي زي كده، يعني اللي عايزين، وربنا يجعله بميزان حسناتنا يا رب العالمين. ان شاء الله. انا كده هنا عندي بوريكم بقى البلوزه السوداء دي ملبستهاش غير مره واحده، تمام. شفاف وكده، فايه ركنتها في الدولاب. يعني اي حد عنده حاجه مركونه في الدولاب احسن له ان هو يطلعها يوديها الناس تستحق، بدل هي مركونه في الدولاب كده. فلازم ان انتوا ربنا عشان يرضيكم يعني ارضوا. اي حاجه انت مش عايزاها اديها، طلعيها لله ولصحتك ولزكاتك، فربنا والله هيكبر بخاطرك اضعاف اضعاف ما انت بتعملي يعني. فربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله، وربنا يتقبل منا ان شاء الله، ونطلع ده ان شاء الله باذن ربنا. كده هغسلها وهعطرها وهكويها ان شاء الله باذن ربنا، واوزع الحاجات للناس اللي تستحقها باذن ربنا. انا طلعتها كده على جنب، ان شاء الله هغسلها وهوضبها وهوريكم ان شاء الله انا وبكويها وانا بستفها كده في الكيس، وهروح اوديها للناس اللي تستحقها باذن ربنا ان شاء الله. يا رب تكون عجبتكم فكرتي ان شاء الله، ان انتوا تعملوا زيي. المقصد مني ان انتوا تعملوا زيي يا جماعه، ان انتوا تطلعوا الحاجه اللي انتوا مش عايزينها، اللي مكركبه دولابكم كمان. يعني انت غير ان انت قاعده في دولابك فبتكركبي دولابك اوريدي الحاجه اللي انت مش عايزاها، يعني حسد ان انت هتحطيها كده وخلاص. فانت يعني ان انت تطلعيها وتكسبي ثواب على صحتك وعلى زكاتك كده، وان شاء الله ربنا يتقبل ان شاء الله، والناس هتفرح وانتي هتفرحي ذات نفسك. انتي لما بتودي حاجه للناس والناس بتفرح بيها، انا عن نفسي بفرح على فرحهم قسما بالله، وبحس نفسي مبسوطه جدا ان انا عملت خير وحاجه حلوه، حتى لو بحاجه بسيطه، حتى لو بحاجه مثلا صغيره والله العظيم. ادي هنا كان عندي الجاكيت الجينز ده، انا برضو لبسته يعني، فمش عايزاه، حبيت ان انا اغسله غسله كده وهعطره وهكويه برضو. وهنا كان عندي برضو البلوزه دي كانت هي من الاول، من ساعه ما جبتها كانت قصيره تمام، فما لبستهاش ولا لبس قسما بالله، فهي اتكرمشت كده. فانا هظبطها كده، ممكن يعني هي عشان قصيره ممكن كنت جايباها تحت جاكيت كده فوقيها، فانا يعني عشان قصيره فممكن عيل صغير يعني ممكن ياخدها او حاجه زي كده باذن ربنا. وهنا برضو الجاكيت ده ما كنتش، القميص ده برضو ما كنتش لبسته، ده لبسته بقى اللي هو منقط بازرق ده، لبسته كتير يعني، كان على جيبه جينز، وانا اخدت الجيبه جينز عشان هطلع بيها، وسبت ده بقى ان شاء الله. هو معظمه بس جبتين كده، وكان بلوزه وجاكيت جينز ان شاء الله. يا رب كده يا رب كده يجعله في ميزان حسناتنا. وهنا بقى الأوضة، هنا الفيديو بقى سرحته معلش، أنا ترويق الأوضة روتين أوضة النوم بس النهاردة، فهبتدي أطبق الهدوم وأشيل الملاية. خلاص بقى يومين قعدت عليها الملاية، فهبتدي ان انا افرش الملاية، لونها هطلعها لونها كده بيبي بلو، وهشيل الورق ده. تقول ان انت ما نظفتيش خالص في العيد ولا اي حاجه، بس عندنا بنت منفعوسه كده، فبنت اختي ربنا يخليها يا رب بتشيل بقى الورق من هنا وتشيل من الدرج، يعني بهدلت الاوضه حرفيا يعني. وانا كنت لسه مروقاها من يومين، فهبتدي بقى اغير الملايه واقوم بقى اشوف بقى هنضف وامسحها وخلصها خالص. بس كان هنا روتين الأوضة. هنا بقى الحلاوة ابتدت ان هي تشيلها بقى وتدسها يعني مننا كده، احنا ما بنحبش ناكل حلاوة كتير عشان بس عصبية الأطفال وكده، فبيقولوا ان واحدة بس كفاية في اليوم.
فبس عشان ما تبقاش عصبية الطفل. كنت سامعة دكتور ان هو مكتروش من المصاصة، من الحلويات، من الحاجات دي. فبس فعشان كده ان احنا بنقول لها لا الحلوية وكده. هي لسه عندها 2 سنين، فهي بتشيل الحاجة وتدسها مننا. شوف ازاي بقى ما شاء الله عليها يعني. فهنا بقى ابتديت ان انا افرش المخدات الطويلة دي كده. وبعد كده الخدادية هحط خدادية واحدة بس. مش عارفة، مش لاقية التانية الخدادية، فهي تقريبا انتهت كده من في الدولاب وكده. فانا قلت خلاص ان انا هفرش واحدة بس كده، وهخلي التانية هشيلها بقى في الدولاب. 2 كان في واحدة برضو بتاعت بره بتاعت الصالة، فانا هشيلها بقى وهشيلها 2 يا حبيبي كده. وهبتدي ان انا احطها كده، هتبقى واحدة بس. فهنا ابتديت ان انا اخد الهدوم اللي انا طبقتها على الديب فريزر كده، وهبتدي ان انا امسح كده مخلينها ترابيزة بقى الديب فريزر. يعني احنا عندنا عشان مفيش بكان يعني وكده، فحطينا الديب فريزر في اوضه النوم، فالمفروض تبقى في المطبخ يعني وكده. فاحنا حطيناها في اوضه النوم كده. بس بقى ابتديت ان انا اشيل الحاجات اللي تحت كده، الشربات والحاجات دي. وخطيت بقى المخدتين كده في الدولاب. وهنا بس بوريكم عمايل ايديا. هنا خيطت سرير البيبي وجميل خالص وتحفه ان شاء الله باذن ربنا. هعمله لكم في فيديو مخصوص يعني تعليم سرير البيبي. كان جميل بالفايبر وناعم كده وحلو اهو، بوريه لكم. وناس طلبوا مني كتير فخيطته لهم. ان شاء الله باذن ربنا كده هعمله لكم. هنا بقى رحت طبقته كده وحطيته في الدولاب، وهبتدي كده اشيل الكرسي واحطه على الترابيزه. وهنا هشيل بقى الحاجات المهمه اللي انا عايزاها. وهبتدي ان انا اشيل السجاده كده، هلفها كده واشيلها، هغيرها، احط بقى حافظة السجاده العاديه. وهنشيل كده ونكنس الأوضة ونمسحها وخلاص هروقها. كان هنا التلفزيون قديم كده عندنا، حطيته هنا على الكومودينة، حطيته على جنب. وحطيت الكومودينة هبتدي ان انا امسحه كده، وهحط المفرش اللي على السرير عليه كده. وهنفض بقى الدنيا دي، وهنفض اشيل الجزمة اللي تحت كده وانضفها، الجزم بقى بتاعت امي. فهنا هبتدي بقى انفض الحته دي. هي كانت دي شباك عادي كان فاتح على الصاله، فقفلناه من بدري يعني وعملناه كده. حطينا رف ازاز، كان المفروض كذا كذا رف كده هيبقى اشيك، بس ما اعرفش ليه ساعتها حاطين رف واحد. فابتديت احط كده المفرش نوعا ما يعني ان هي تنطق الاوضه شويه. وابتديت ان انا اخد الكريمات والحاجات يعني. وابتديت ان اخد زيوت الشعر وكده. يا رب كده الاوضه تكون عجبتكم ترويقي وكده، وان شاء الله فيديوهاتي تنال اعجابكم يا رب. هنا بقى هبتدي خلاص كده روقت وخلاص. همسح بقى الفريزر دي بقماشه. وهنا السماعه بقول لكم اتقطعت مني، انا مش عارفه اعمل فيها ايه يعني السماعه كده. فان شاء الله اشوف لها حل. وابتديت ان هنا اكنس كده الاوضه وخلاص قربت اخلص. تقولي سنة ان الاوضه ما روقتهاش ولا كنستيها، رغم ان احنا على طول يعني ايدنا في البيت. وهنا وخلاص كده قربت ان اخلص الاوضه وامسحها وافرشها كده. هفرشها انا حافظه السجاد بقى، مش السجاده اللي كانت فيها، لا انا هغير هفرش حافظ السجاد. وخلاص هنا ابتديت ان انا جبت جردل والشرشوب وابتديت ان انا امسح كده. وهخلص وان شاء الله تشوفوا الاوضه تعجبكم في الاخر ان شاء الله. كومنت حلو، تعليق ولايك يا حبايبي. ولو مره بتتابعيني يا حبيبتي ما تنسيش تضغطي لي لايك وسبسكرايب وتفعلي الجرس ان شاء الله كده، وتعجبكم قناتي ان شاء الله. وانا بحاول ان انا اطلع، وانا هحاول الفتره دي انزل لكم على طول فيديوهات يعني عشان ان شاء الله تتابعوني وناس كتير تتابعني يا رب ان شاء الله. ونفسي بقى حققوا لي حلمي يا جماعه ان انا اوصل كده ل1000 ووقت المشاهده وان شاء الله خير يا رب. والساعات وكده ان 4000 عديها بسرعه الشرط اليوتيوب.
حبايبي في الله، ما تنسوش دعواتكم معايا، وبالتوفيق ان شاء الله للكل. وهنا كان فرشت الأوضة وخلصت، بسم الله ما شاء الله كانت الأوضة النهائي. ويا رب تعجبكم. كومنت حلو، مع السلامة، باي.